وأول مشهد رأيته على أبواب قصر الصخيرات ولن أنسى هذا المشهد، ضابط يقول لجندي أن عرف هوية الوالدة: اقتلها، بهذا اللفظ: اقتلها. والدتي كانت حامل بأختي زينب، فوقفت إلى جانب الطريق وكنت معها، فقال لها: سيدتي يا أيها الامرأة، لن أقتلك سبب ما عندك في بطنك، فأنا أصلي 5 مرات في اليوم وربي لن يسمح لي، أرجوك خذي سيارتك واذهبي. هي لم تخرج السيارة ولم تخرج، بل بالعكس انطلقت في اتجاه القصر لتبحث عن زوجها. دخلت القصر، حينئذ وجدت بأن الانقلاب قد فشل عمليا، وبدأت الأمور تدور وتنقلب على أصحابها. ثم حينئذ وجدت والدي وكان مجروح، ووجدت عمي، وطبعا كان هو يدير العمليات وكان يقوم بما هو لازم حتى يمسك الأمور أمنيا. والانقلاب الثاني هو انقلاب أفكير، كنت داخل المطار. الانقلاب الثاني كنت داخل المطار، وكنت مع الأمير مولاي رشيد، كان عمره 5 سنوات، يعني شقيق الملك، شقيق محمد السادس. حينئذ لما كنا ننتظر الملك فوجئنا بالملك يأتي ويفسر لنا ويفسر للحضور أن هذا انقلاب وأن ينبغي أخذ التدابير، وبدأ يعطي أوامر لكل، وطلب أن أنا ومولاي رشيد أننا يؤخذ بنا إلى الدار البيضاء، طلب أيضا من والدي أنه يأخذ طريق آخر، وودعه وقال له: إذا حصل لي شيء فالمستقبل، فالمغرب والعائلة تحت مسؤوليتك، وإن شاء الله لن يحصل لك شيء. فقبله الوالد وقال له: لا، إن شاء الله سنتغلب على هذه الأزمة. وثم انطلقنا. كان عمرك قد ايه؟ 10 سنوات؟ 8 سنوات. 8 سنوات. نعم. وأنت تذكر ماذا قال لك الملك حسن الثاني؟ أتذكر كل شيء، وهذه المشاهد مرسخة في ذهني، حيث أنني أرى الطائرات تعود، وحتى أسمع صداعها، وأرى إطلاق النار، وأرى إطلاق صاروخ، وأرى أمامي جثمان بعد الجنود الذي كانوا يشكلون الحرس الشرف يقعون أمامي. هذه مشاهد لم تغادر ولن تغادر ذهني. طفولة فيها عنف؟ طبعا فيها عنف، يعني ليست قفز ذهبي حقيقي، يعني هناك دم وجثث هو عنف لمن يتحمل، ولكن في نفس الوقت هو غنى لمن يتحمل. مولاي هشام، تقول في الكتاب أنك لم تعرف بسجن تزمامات إلا كان عمرك أعتقد 15 سنة. ما هي ردة الفعل الأولى عندما عرفت بهذا السجن وأنت مراهق؟ يعني كما قلت في الكتاب. نعم. أستاذتي حينئذ في المدرسة الأمريكية كانت نانسي طويل، ونانسي طويل كانت متزوجة من ضابط اعتقل في تزمامرت، وهي لم تعرف مكان زوجها، فظنت بأنه كان مات، وكانت تريد تأكيد فقط حتى تستطيع أن تضع كل هذا في الماضي. حينئذ توسطت لها مع والدي، واكتشف والدي بعد البحث بأن بأن طويل كان موجود في تزمامرت. وحينئذ لما رأيت ردة فعل الوالد عرفت بأن كان هناك سر رهيب مخفي في أحشاء الملكية، وفهمت أن كان شيء، يعني بالفعل كان شيء خطير وبشع في نفس الوقت. وكنت أردد في نفسي مقولة شكسبير: There is something rotten in the state of Denmark. ثم بعد ذلك طبعا انفجر السر وطاح الستار، والكل عرف أن كان هناك موجود تزمامات. كيف كانت ردة فعلك؟ يعني أنت شاب في أوروبا وفي الولايات المتحدة، هل كان يسألوك الناس عن هذا السجن؟ لا، في حينئذ يعني عندما جيل بيرو كتب كتابه بونامي لغوا صديقي الملك، وأعطى تفاصيل
عن شوف، هذا السجن. هذه كانت أزمة والكل اصطف وراء الحسن الثاني، لأن كانت للأزمة إدارة سياسية، وأدارها الملك الحسن الثاني بحنكة. وحينئذ بدأ الانفتاح على باقي القوى السياسية آنذاك والمعارضة. ولكن قبلها كان في أحداث 81 اللي تسمى ثورة الخبز، وفيما بعد سنوات الرصاص. طبعا أنت نعم. تحدثتين عن تزممرت. أنا أما بالنسبة لأحداث 81 أتت قبل. صحيح. أحداث 81 أقول في كتابي هي لحظة تأسيسية بالنسبة لي. لماذا؟ لأنني اكتشفت بأن هناك انتفاضة الخبز، إذن هناك فقراء وهم يشكلون أغلبية المغاربة، واكتشفت وأعادت للواجهة صور 95 التي لم أعيشها أنا شخصيا، لم أراها، ولكن كانت تروى لنا وتحكى لنا من قبل الكبار، وكانت تدور وكانت تحصل أيضا في نطاق كان نطاق سياسي وإطار سياسي يطالب فيها المعارضة عن تطالب فيها اقتسام السلطة وتوزيع الثروة. ثم عادت هذه الأحداث في 94 وفي 90، وأكدت في ذهني شيء: استمرار النزاع الأساسي بين القوى الحية في الشعب والملكية، وهي حول تقاسم السلطة. يعني الإشكالية الأساسية التي كانت في المغرب وتبقى الآن هي حول التركيبة السياسية وإرادة الشعب أو هؤلاء الذي يمثلون الشعب لترسيخ ديمقراطية وتعددية حقيقية. فهذه كانت لحظة تأسيسية. يعني أنا أحببت أن نتكلم عن ذلك لنقول فكرة التي أطلقتها والتي معروف بها أنت مولاي هشام، أنك تريد الملكية الدستورية في المغرب للشعب وللعائلة المالكة. إذن هي كانت اللحظة التأسيسية سنة 81 وتطورت فيما بعد عندما رأيت أن ليس هناك توزيع حقيقي للثروات. هو تسلسل وعي طويل. نعم. فيه تراكمات، وفيه لحظة أيضا نتعلم فيه التاريخ، ونقارن أيضا تجاربنا وتجارب ملكية أخرى، ونقارن فيها أيضا التحول الديمقراطي والتغييرات في العالم وفي بلدان أخرى. فهي يعني صورة معقدة، لكن بالتالي مثل كما أقول مثل مقاربة كيميائية تقع داخل الإنسان في ذهنه وفي قلبه، وبالتالي هكذا كل شخص يشكل يبني رأي له ويبني قناعات. أنا أريد لحظة وفاة الملك حسن الثاني وصعود الملك محمد السادس، أين كان مولاي هشام من هذا الحدث الكبير في المغرب؟ شوف، كما فسرت في كتابي، أنا وكانت علاقتي صعبة جدا مع الحسن الثاني. لماذا؟ لأن مجرد ما مات الوالد ضمنا إلى أسرته. ومات شاب الوالد، مات في كان عمره 48 سنة، شاب. تم ضمنا إلى العائلة إلى عائلة الحسن الثاني رحمه الله وجزاه الله، ووضع هذا في ميزان حسناته، وهذا كان شرف كبير بالنسبة لي، ويبقى شرف ويبقى معزة بالنسبة لي. إلا أن الحياة كانت صعبة جدا، لأن الحسن الثاني رحمه الله كان يحاول أن يضعني في خانة أو يضعني في فضاء محدود معين، وأنا كنت أريد أن أفتح بالنسبة لي آفاق أخرى مثل التعليم. يعني كنت أريد أن أنهي دراستي في برينستون، وهو بالعكس حاول أن يبقيني في المغرب، لكن الحمد لله نجحت. حاولت أن أخوض في عالم الأعمال، حاول منعي، لكن الحمد لله نجحت. ثم حاولت أن أعبر عن رأيي السياسي، فحاول أن يوقفني، لكن الحمد لله يعني تمكنت من ذلك. يعني إيه؟ بالمراوغة، بالذكاء، ولكن دائما بالاحترام.
الاحترام لأن أنا كنت مولاي هشام وهو كان سيدنا جلالة الملك وسيدنا. وصل الشد والجذب بيننا إلى القطيعة، ولكن في آخر حياته قبل، وأنا فهمت أيضا أنني كان ينبغي علي أن أراعي ظروفه الصحية، وفي الحقيقة رجع بيننا الدفء ورجعت بيننا محبة حقيقية. تذكر شيء قاله لك قبل أن يموت، شغلة يعني أساسية؟ نعم، أتذكر شيء. كان يحب ابنتي الكبيرة البكر فايزة، وسميتها فايزة على جدتي، وكان هو يرفض هذا الاسم، فكان يسميها فوزية لأنه اسم مغربي وليس فايزة. فايزة لأنه اسم مشرقي، لأنه اسم مشرقي ومتعلق بالوالدة. نعم. فيعني من الغرائب أيضا أنه اليوم الذي سميتها فائزة أصدرت الدولة المغربية قانون تمنع من المغاربة استعمال أو اللجوء إلى أسماء فهي ليست مغربية أصيلة. على كل حال هذا هامشي. وكان دائما يقدم فوزية للناس، هذه فوزية وهذه حفيد مولاي عبد الله، ولو أنني موجود، يعني أنت غير كنت موجود. شبح. المهم اليوم الذي أحسست بالفعل أني رجعت المياه إلى مجاريها، قال لي: أحب فايزة، إنها حفيدتي الأولى من مولاي عبد الله وأحبها، ولقد أحسنت في اختيار هذا الاسم. فهمت حينئذ أنني الحمد لله أنني قد رفعت يعني الظلال هذا الذي كان يخيم علينا. على كل حال طبعا لنعود إلى محمد السادس. كنت قريبا منه جدا وهو كان قريبا مني جدا، كنا نرى بعضنا كل أسبوع ونسافر نفس العمر تقريبا. نفس العمر. نسافر سويا، نلعب الرياضة سويا إلى آخره، إلى غاية 94 كما أفسر في الكتاب. أنا حينئذ كنت منغمس في أنشطتي الدولية، وكان هو يهيئ نفسه للمسؤولية. فكما يقال تفرقت بيننا السبل حتى موت الحسن الثاني. حينئذ لما مات الحسن الثاني عاد الدفء بيننا، عاد دفء، واحتضنني وعزاني، لأنه كان يفهم مدى أهمية والده في حياتي. إلا أن، والحق يقال، هي مبادرتي أنا، إلا أن اخترت وقررت أن أقول لمحمد السادس رأيي. قلت له أنني أرى أن من الضرورة وعنوان المرحلة وهو إحداث قطيعة مع المخزن. المخزن هو النظام السياسي التقليدي في المغرب، لأن هذا المخزن أوصلنا إلى الطريق المسدود، في حين أن الكل يكاد يكون بدون استثناء يرى أن عنوان المرحلة هو التمهل والتريث والأمن. أنا كنت أرى بالعكس، لأن أنا لم أرى خطر. الخطر بالنسبة لي كان هو الركود، لأن كنت أرى وأعتبر بأن الملك محمد السادس يتمتع بتفويض شعبي. صحيح. وكان الخطر وهو عدم استغلال نافذة التغيير. انطلقت الأمور من بس هو كأنه يريد إصلاح. والله الإصلاح شيء ثاني. هو الإصلاح هو ليس فقط استعداد بسيكولوجي، ولكن الإصلاح هو فلسفة مع أدوات، مع إمكانيات، مع فرقاء، مع. ماذا كنت تريد في تلك المرحلة؟ كنت أريد ما أريده الآن، يعني وما قلت أنت في مقدمة البرنامج، وهو الانتقال إلى ديمقراطية، إلى ملكية دستورية. على كل حال، حتى أكمل هذه الفترة، حينئذ يعني أصبحنا نحن حوالي 100 أشخاص و50 شخص يطالب بالقطيعة الفورية، لأن كان يرى الخطر في التماطل.
وكانت كل الطبقة السياسية تصطف وراء طرح الاستمرارية، باستثناء الله يرحمه محمد بوستة اللي كان قائد قيادي في الاستقلال، و الأستاذ أيتي الدر الذي كان من أبطال الحركة. بس حتى اللي كانوا معارضة في البدايات، اليوسفي مثلا، لا كلهم كانوا ضد. لا، هؤلاء كلهم اصطفوا وراء الطرح التريث.